سلام الله عليكم البنات. انا ضيفه جديده على منبر حكايات نسائيه وبالضبط من مدينه الرباط. وقصتي اللي غادي تسمعوا اليوم غادي تصدمكم. واحد النهار قال لي راسي سيري لواحد السوق اسبوعي في مدينه سلا. كلشي الناس كيعرفوا هاد السوق والهميزات اللي كتكون فيه. قلت حتى انا نمشي نبقشش بحالي بحال الناس. هزيت طوموبيلتي وشديت الطريق، وانا كندور في السوق وقفت واحد الحطه فيها الحوايج ديال البال. وقفت بحالي بحال العيالات وكنقلب لوليداتي على شي حويجات ديال الرياضه. وانا كنقلب كانت قدامي واحد المراه بحال وجهكم، نقيه ولابسه جلابه راقيه ومقاده، وكتبان نقيه في حالتها. وحتى هي كانت خدامه كتقلب في داك العرام. بقات كتشوف فيا شويه وهي تقول لي الا كنتي كتقلبي على بياسات ديال البنات اجي حدايا راه كاينين هنا بزاف. قلت لها لا غير الا بانت لك شي حاجه قياس 14 عام لوحيها ليا. صافي السيده ما بقاتش كتقلب لراسها، ولا تبقى بليغني غير انا كتستي وتلوح ليا، تستي وتلوح ليا شويه وهي تقول لي الا بغيتي حويجات نقيين اجي نوريك واحد السيد على نيتي. حتى انا قلت لها واخا وتبعتها. فعلا داتني عند السيد، خديت من عنده اللي خاصني انا وبنتي، وحتى الثمن خلات ينقص ليا منه حيت كيعرفها. صافي يا البنات بانت لي السيده خدومه بزاف ومتواضعه، عجبني الحال. عاودت سولتها على شي بلاصه يكونوا فيها المواعن ديال الدار يكونوا برانيين وزوينين. ما ترددتش عاوتاني وداتني تقديت المعينات اللي بغيت، وديت كلشي رصيتو في الطوموبيل وشكرتها بزاف وبغيت نسلم عليها. وعاود تفكرت، قلت السيده تعبت معايا بزاف، ما فيها باش نسولها واش كاينه في طريقي نوصلها. قلت لها انا راني من الرباط. ديك الساعه حلفت لي حتى نمشي نتغدى عندها. بقات عليا دخلتي ليا لقلبي، بغيت نخليها معرفه بيناتنا، راه معرفه الناس كنوز. ولا بدا تمشي عندي لداري نشركو الطعام، وحتى انا الا جيت للرباط ولا بدا نجي نقلب عليك. عييت ما نقول لها راني مزروبه وخاصني نمشي. بقات كتاكد عليا وتعاود كتقول لي يلاه تعرفي بعدا غير الدار، وديك الساعه تجي شي نهار اخر ونجلسو. صافي يا البنات، قلت السيده شاريه العلاقه معايا وكتبان مصوابه ولسانها حلو، ما كاين باش نوصلها ونعرف الدار. واخا انا عارفه راسي ما غاديش نمشي عندها من بعد، حيت اصلا ما كنساليش حتى الصحابات اللي قدام وساكنين حدايا. صافي يا البنات، هزيتها في الطوموبيل وبقينا غاديين، وهي كتوريني الطريق حتى لقيت راسي داخله في وسط الزحام ديال الكراس في قاع المدينه القديمه ديال سلا. الوقت اللي وصلنا للدروبه الضيقين حبست وقلت لها صافي راني ما نقدرش نزيد ندخل. نزلات ودارت لجهتي وحلات الباب، وبقات كتطلب فيا باش ندخل نشرب واخا غير كاس ديال اتاي اولا كويس ديال العصير. وعلى ما قالت هي باش نبرد غير الصهد ديال الدوران في السوق. صافي السيده قربت تجرني من حوايجي، شفت حتى عييت وهبطت ودخلت معاها. وهنا البنات غادي يبدا الفيلم ديال الرعب. منين نزلت من الطوموبيله البنات خليت فيها صاكي والتليفون والفلوس، ودخلت معايا غير سوارتي ديال الطوموبيل. دخلت وانا ما مرتاحاش وكنقول يا ربي السلامه. الدار واخا في المدينه القديمه مصلوحه ومفرشه ونقيه. غير دخلنا والسيده مشات للكوزينه. قلت لها غير اجي اختي راه ما بغيت والو. زادت كتضحك وقالت لي انا ما يمكنش يدخل عندي شي حد اول مره وما يذوقش الملحه ديالي. المهم انا بقيت كنفكر كنقول هاد السيده اللي دايره كل الجهد باش دير معايا صدقه شنو غادي تستافد مني مثلا. كلفت راسها وحطت لي واحد الكاس ديال العصير وشويه ديال الفقاس، ولكن غير شربت الجغمه الاولى والثانيه البنات وبدا راسي كيدور عليا. بقيت كنسمع فيها كترحب بيا حتى غيبت وفقدت الوعي. ما عقلتش على راسي شحال وانا مغيبه حتى فقت. على الفقه كنحس بالبرد وما بقيت عاقله حتى فين انا وشنو كندير تماك. رميت عيني على ذاتي كنلقى راسي عريانه كي ولدتني امي وحوايجي مرميين حدايا. بقيت كنضرب على وجهي ونقول لها اويلي شنو درتي ليا. بقيت كنجر في حوايجي ونغطي لحمي. انا ملي دخلت مع هاد السيده للدار ما كان حتى واحد، كانت الدار خاويه. ولكن ملي وعيت كنلقى واحد الحتروف واقف فوق راسي. بقيت نبكي ونويل والسيده واقفه عليا هي وولدها بحال الجندارم. قالت لي شوفي بلا ما نطولوا في الهضره، غادي تلبسي حوايجك وغادي تخرجي مع الدري تخرجي لي الفلوس اللي عندك في الكونط، والا تصورك غدا تلقايهم في وسائل التواصل. راكي مصوره عريانه وحدك الولد، كتباني لي عزيزين عليك الدراري الصغار كتموتي عليهم. قفزت عليها قجيتها بغيت نقتلها. جا عندي ولدها وخرج موس من جيبو وقال لي الا ما قداتكش الحاله اللي صورناك فيها غادي نزيدك واحد التشرميله في وجهك وغادي تدي معاك ذكرى كامله. ديك اللحظه ما بقى ليا ما غادي ندير. لبست حوايجي وبقيت كنقلب في يدي كنلقاهم قشطوني مزيان. حيدوا لي دبليج وخاتم ساوين 7000 درهم وما كان سواتش دايره 4000 درهم.
بقيت نقلب على سوارتي ديال الطوموبيل، جبدهم الشمكان من جيبو لاحهم عليا وقال لي يلا قدامي بالسكات تخرجي الفلوس. ديك الساعه البنات راسي طبلوكه وما بقيتش عارفه نرتب الاحداث في راسي، وفي نفس الوقت خايفه من الشمكار يخسر ليا وجهي. والسيده اللي عطاتني الصواب والكلام الحلو حتى استدرجتني لدارها واقفه عليا بحال العسكري وكتهددني بلا رحمه بلا شفقه. ديك اللحظه عاد عرفت راسي طحت في عصابه منظمه، الام كتستدرج والولد مخبي وكيحضر في الوقت المناسب باش ينفذ الجريمه. صافي عرفت راسي ما قادره ندير حتى حاجه، لبست حوايجي وخرجت وكنغوت حسبي الله ونعم الوكيل، وهي تقول لي سدي فمك لا تشوفي اللي ما يعجبكش. كنت مغلوبه على امري. الشم كان خرج معايا وحط لي الموس بجنبي ومدرقو حتى وسطنا الطوموبيل، ركب معايا وساقني لاقرب كيشي، تيريت لي 5000 درهم اللي عندي في الكونط. بما انه كان حاضر راسو مزيان وقفني بعيد من الكيشي ديال البنكه وبقى في الطوموبيل وقال لي سيري جيبي الفلوس باش ما يقربش للكاميرا ديال البنكه وتشدو. رجعت لطوموبيلتي وعطيتو الفلوس، وملي بغى ينزل يمشي في حالو هددني لا فت حتى مشيت للبوليس غادي يشوهني بالفيديو التصاور ديالي عريانه حداه ويقدر تعدى ليا حتى على بناتي. ما تقدروش تعرفوا البنات الصدمه اللي تصدمت ملي طلع مشى في حالته وطلعت انا للطوموبيل كنلقى الفلوس اللي في صاكي تسرقوا والبورطابل حتى هو، لانني الوقت اللي كنت دايخه في دارهم خدا الشمكر السوارت ديال الطوموبيل ومشى كشطها. ركبت البنات في طوموبيلتي ورجليا كيترعدوا وراسي كيقفقف وقلبي كيضرب 100 في الساعه. حسيت براسي بحال الا كنت في شي حلم وفقت منه. اول مره في حياتي كنحس براسي اكبر مغفله في العالم. بغيت نأنب راسي ولكن كان فات الفوت. ملي لصقتني نصابه وبقات صايقاني حتى لدارها. عمرني ما وقع لي هادشي وعمرني عطيت الفرصه لشي حد يأثر عليا لهاد الدرجه. اذا دوك اللي هضروا على السماوي ما كذبوش، ولكن هذا راه ماشي غير السماوي، هذا راه شغل ريا وسكينه اللي كانوا كيخرجوا للسوق يصطادوا العيالات ويقتلوهم ويدفنوهم. يمكن انني تكون تعكست معاهم او درت معاهم شي عنف، كانوا غادي يكون مصيري هو القتل والدفين في ديك الدار، وحتى واحد ما غادي يجيب لي الخبر. ما عرفتش كيفاش قدرت نسوق طوموبيلتي يا البنات حتى للدار. دخلت وتلاحيت فوق السداري ودماغي واقف. بغيت نسترجع داكشي اللي وقع ليا ما قدرتش. بناتي بزوج خليتهم ساكن داك الصباح بغاو يمشيو للحمام، ملي تعطلت عليهم ما بقاوش مشاو، وملي رجعت شافوني مليوحه ومسهوته وبقاو كيسولوني شنو مالي وعلاش تعطلت. عنقتهم بجوج وبقيت كنبكي غير بالحقره والظلم، وليت خايفه على بنياتي خصوصا ان تليفوني بقى عند داك المجرم وخفت يتصل بناتي ويأذيهم حتى هما. راجلي كان في واحد الكنازه ديال ام صاحبو، ملي جا في الليل ما قدرش نعاود ليه حتى شي حاجه من اللي وقع ليا. عرفتو غادي يسعر، وحتى انا ديك الساعه كنت محتاجه غير نرتاح من داك الكابوس اللي عشتو واللي حتى الان ما مصدقاش. داك النهار الليل كامل ما نعستوش البنات، بايته فايقه وكنفكر كيفاش نرجع حقي من هادوك المجرمين ونجرهم للقانون، واخا انا مخلوعه وما عارفاش كيفاش غادي ندير وباش من طريقه. لا غد في الصباح راجلي مشى للخدمه وبناتي مشاو يقراو. فكرت مزيان، واول شخص فكرت نشارك معاه مشكلتي هو واحد صاحبتي من الروح الروح. هاد صاحبتي عندها راجل اختها هو رئيس المنطقه في الامن الوطني، وعارفه انها هي اللي غادي تجري معايا في هاد المشكل. وداكشي اللي كان مشيت عندها وعاودت ليها المشكل. مشات معايا عنده صنت ليا مزيان وسولني على كل شيء التفاصيل. ملي عرفت كل شيء عيطت على رئيس الدائره اللي وقع ليا فيها المشكل فسلا، وحتى هو بدورو استدعاني باش يعرف الحيتيات ديال الواقعه. مشيت عندهم درت الشكايه ديالي وعطيتهم التفاصيل ديال الدار شنو فيها والفراش كي داير وكل شيء الاثباتات اللي عندي. صافي ديك الساعه جابوا الاذن بالاقتحام والتفتيش من عند وكيل الملك. كل شيء مشى بطريقه مستعجله. دخلت الشرطه للدار وقلبوا على المسروقات ديالي ولقاوها كامله، لقاو المبلغ ديال 5000 درهم وذهبي وماكانتي والبورطابل ديالي كلهم كاينين. ديك الساعه لقاو القبض على المجرمين، وبعد البحث والتحقيق اعترفوا بكل شيء اللي داروا ليا واللي داروا حتى البنات اخرين، استدرجوهم وسرقوهم وهددوهم بتصاور وفيديوهات. وملي خوفوهم ما قدروش يديكلاريو ومشات ضبابة على عينيهم. مورا هادشي كامل امرت الشرطه باش يجريو ليا خبره ديال الاغتصاب اثناء التخدير، ولكن اتضح في الاخير ان الهدف ديالهم هو السرقه فقط. هاد الواقعه البنات عمرني عاودتها لراجلي، اولا لانني خايفه منه، ثانيا لانني عارفاه مهور ويقدر يرتكب شي حماقه ويمشي ياخد حقه بيدي. كنت طالعه هابطه للكوميساريه والمحكمه غير بوحدي حتى ركبني العصب والاكتئاب. من هاد التجربه ديالي البنات غادي تعرفوا انه ما بقاتش ثقه، والانسان ما يحط رجليه حتى يعرف فين، وما يديرش صداقه مع اي واحد تلاقاه غير بالصدفه، وما يدخلش لشي دار وهو ما عارفش مواليها
حيت الوقت خيابت وبنادم ولا صعيب يقدر يقتل مو ولا با على الطمع. بغيت نقول لكم البنات الله يسترنا ويستركم ويستر على الجميع. الى عجبكم منبر حكايات نسائية ديروا لايك وكتبوا لنا تعليق واشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. كنتمنى نكون خفيفة على قلوبكم.